الانمي بيبدأ بمطبخ زحمة في محل حلويات ياباني تقليدي. المكان كان نظيف جدا وصاحب المحل كان بيجهز انواع مختلفة من الحلويات علشان يبيعها. مراته سألته عن بنتهم بالتبني إتسوكا، فقال لها انه فاكر انها ممكن تكون لسه في محطة القطر. في الوقت ده إتسوكا كانت بتدور على ابوها الحقيقي اللي مختفي بقاله سنين. شافت راجل شبهه، جريت عليه، بس لما قربت اكتشفت انه مش هو. حست باحباط وجريت بعيد عن الراجل اللي كانت فاكراه والدها. في نفس الوقت ناجامو كان بيحاول يلحق القطر وكان هيفوته بسبب انه قابل إتسوكا في السكة. بعد كده القصة بترجع لماضي ناجامو اللي كان فيه فرقة موسيقية وعايش حياته مع اصحابه، لكن واحد ورا التاني سابوا الفرقة وده كسر قلبه، بس هو حاول يكمل لوحده. في يوم وصلوا طرد فيه حلويات من محل عيلته القديم اللي كان سايبه من سنين، ومع الطرد كان فيه جواب من جدته. بعد 10 سنين غياب ناجامو قرر يرجع بيته، خصوصا بعد ما فرقته اتفكته وما بقاش عنده شغل، فحس براحة انه راجع بلدته. اول ما وصل راح على البيت التقليدي بتاعهم، لكن اتفاجئ لما ابوه ضربه ضربة قوية خلت توازنه يختل. ناجامو علق على رد فعل ابوه، لكن الاب اتعصب وقال له انه زعلان علشان سابه فجأة من غير ما يقول حاجة، ورجع برضه من غير ما يبلغهم. بعد اللحظة المشحونة دي ناجامو قعد مع اهله واتكلموا عن سبب رحيله. في الوقت ده إتسوكا رجعت البيت واستغربت لما شافت الراجل اللي شافته في المحطة موجود في بيتها، وطلع ان إتسوكا هي البنت المتبناه في العيلة، واهلها الحقيقيين سابوها في المحل واختفوا. بعد كده عرفوها على ناجامو، بس هي ما كانتش مبسوطة خالص. كانت شايفة ان المسؤولية بقت عليها وان ناجامو ما يستاهلش يدير المحل، رغم انها طفلة كانت عندها شخصية قوية وناضجة. رجعت تشتغل في المحل كأن مفيش حاجة حصلت. في يوم ناجامو نام قبل العشاء وده زود غيظها منه. تاني يوم هي اشتغلت جامد، اما هو فكان لازم يعمل 50 تمرين ضغط قبل ما يبدأ شغله. والدته فوكي قعدت تتكلم معاه عن إتسوكا وقالت له انها بتتدرب علشان تمسك المحل مكانهم لانهم كبروا ومش هيقدروا يشتغلوا كتير. ناجامو بدأ يلاحظ قد ايه البنت دي عنيدة ومسؤولة وبدأ يقرب منها بسرعة رغم انهم لسه متعرفين. فمرة حصلت مشكلة لما إتسوكا طردت شوية رجالة كانوا بيدخنوا في المحل. ناجامو قال لها تسيب المواضيع دي للكبار، لكن هي ما سمعتش كلامه وشايفه انه مش قد المسؤولية. رغم كده فضلت تشتغل وتكمل. المحل بدأ يستقبل طلبات كتير بالتليفون وكان الكل مبسوط، خاصة ان الزباين قدروا تعبها وطريقتها الحلوة. في يوم جالهم طلب وإتسوكا كانت متحمسة، لكن الزباين ما جامش يستلموا الاكل وده خلى البنت تقلق انهم هيخسروا. قررت تتحرك وتلف على الجيران تبيع الكيك بنفسها، لكن الناس ما خدتش بالها منها. وفجأة ناجامو ظهر وهو لابس طاقية مضحكة على شكل حلوى وبدأ يغني ويعزف بالجيتار علشان يجذب الناس. وبشويش الناس بدأت تيجي وفي الاخر باعوا كل الاكل. بعدها إتسوكا قعدت مع ناجامو وإتسوكا قعدوا يتكلموا وهما بياكلوا شوية حلويات كان ناجامو سايبها على جنب. وبعد ما خلصوا شغلهم رجعوا البيت. بعد شوية إتسوكا جابت له شوية حلويات، وساعتها بدأ ناجامو يفتح قلبه ويحكي ليه ساب البيت من البداية. قال لها انه كان قريب جدا من جده اللي كان دايما بيحبه ويدافع عنه، ولما جده مات اتحطم نفسيا وقرر يهرب من البيت. لما سمعت كده إتسوكا بدأت تفهم سبب هروبه لأول مرة. بعد كده المشهد بيتحول لبنت اسمها ميتسورو كانت بتشيك على عدد المشاهدات لفيديو كانت منزلاه على يوتيوب. ميتسورو كانت ألفت أغنية وغنتها وسجلت الفيديو لأنها بتحب الغنى، لكن ما كانتش عايزة أصحابها يعرفوا، فلبست ماسك في الفيديو. بعد ما نزلت الفيديو راحت المدرسة، هناك حضرت الحصص كالمعتاد. بعد اليوم الدراسي قابلت أصحابها وبدأوا يتكلموا عن ناجامو اللي انتشر له فيديو من عرضه في الشارع امبارح. لما سمعت اسمه دخلت في الكلام وقالت رأيها فيه. بعد ما خلصوا كلام راحت تشتغل في المحل وبدأت شغلها المعتاد. في الوقت ده ناجامو اتأثر جدا وعيط لأنه الزباين أخدوا الحلويات اللي كان بيحبها. إتسوكا ووالدته قالوا له إنه مش كل ما الزباين يشتروا حاجة يعيط، وإنه لازم يبطل العادة دي، خصوصا إنه من وهو صغير كان بيعمل كده كل مرة حد يشتري حاجة من المحل. ميتسورو وصلت في اللحظة دي وادت له منديل، لكنها اكتشفت إنه في الحقيقة بنطلون أخوها الصغير. اتحرجت جدا واعتذرت، بس هم ضحكوا على الموقف وكملوا شغل. بعدها إتسوكا راحت لميتسورو وشكرتها على مساعدتها في المذاكرة وقالت لها إنها جابت الدرجة النهائية في الامتحان. ميتسورو فرحت قوي إنها قدرت تساعد حد. ناجامو كان واقف بيبص عليهم وهم بينضفوا، ووالدته كانت بتبص له بملامح رفض كأنها بتقوله خلي بالك. بعد شوية فوكي نادت على ميتسورو وادتها شوية حلويات علشان توديهم لجدتها بمناسبة ذكرى وفاتها. ميتسورو شكرتها وقالت لها كمان إن السلاسل اللي بتصنعها بتتباع كويس في المحل، ووعدت إنها تعمل كمان علشان يبيعوها. ناجامو طلب منها تعمله سلسلة بشكل هو بيحبه وفعلا وافقت. بعد ما خلصوا كلام ميتسورو جريت على البيت. لما وصلت اخواتها الصغيرين رحبوا بيها بحماس، كانت جايبة حاجات من السوبر ماركت لأمها، وبعدها أخدت لحظة تدعي لجدتها. بعدين ادت الحلويات اللي فاضت لاخواتها الثلاثة واللي بدأوا ياكلوها على طول. بعد كده طلبوا منها تغني لهم أغنية قبل النوم. بعد ما خلصت سمعت أهلها بيتكلموا عن أملهم في نجاحها، وده شجعها تكمل في هوايتها وتستمر في تسجيل الأغاني ورفعها على النت. لكن ما كانتش واخدة بالها إن السلسلة اللي معلقاها في موبايلها بدأت تخلي الناس يربطوا بينها وبين المحل المشهور بتاع الحلويات. وفي الجانب التاني ناجامو كان بيتفرج على فيديو لواحدة بتغني، وكانت اللي بتغني في الفيديو فعلا هي ميتسورو. ووقتها إتسوكا دخلت فجأة وفاجئت ناجامو. لاحظت السلسلة اللي في الفيديو وفهمت على طول إن الست الماسكة اللي في الفيديو دي هي ميتسورو. تاني يوم فيديو ميتسورو انتشر بسرعة وناس كتير بدأت تتصل بمحلات الحلويات بتاعت عيلة ناجامو يسألوا عن ميتسورو. فوكي اتضايقت من كتر المكالمات وكانت زهقت من الرد على الناس. ميتسورو ولا انها حست بالذنب بسبب اللي حصل راحت المحل تعتذر، وهناك اتكلمت مع ناجامو وإتسوكا واللي شجعوها تكمل في الغنى وتسعى ورا حلمها. بس ميتسورو كانت لسه قلقانة ان اهلها ممكن ما يوافقوش، علشان كده ناجامو واصحابه قرروا يزوروا بيت ميتسورو. وهناك ناجامو طلب من امها انها تسمح لبنتها تمشي ورا شغفها بالغنى. حكى لهم عن تجربته وقال رغم انه غلط ومر بلحظات صعبة اهله فضلوا يدعموه لحد ما رجع القرية لما كان جاهز. والدتها كانت مبسوطة لما عرفت ان بنتها موهوبة. وبعد ما ناجامو وإتسوكا مشوا اهل ميتسورو قعدوا يتفرجوا على فيديوهاتها وشجعوها، وده خلاها
انها مبسوطه جدا. تاني يوم كانت ميتسورو مليانه طاقه وادت ناجامو سلسله على شكل اللي كان عايزه كهديه شكر. وبعدين هي وإتسوكا راحوا المدرسه مع بعض، وهم ماشيين ميتسورو كانت بتتكلم عن قد ايه ناجامو طيب وجدع، لكن إتسوكا كانت محتاره لسه مش قادره تتقبل طيبه ناجامو بسبب كبريائها. في نفس الليله إتسوكا حلمت حلم حزين عن والدها اللي مختفي من زمان. لما صحيت رجع لها الاحساس بالحزن لما افتكرت انه لسه مرجعش، وساعتها قررت انها لازم تبدا تنسى الذكريات دي علشان تقدر تمشي في حياتها. تاني يوم الصبح إتسوكا واهلها قعدوا يفطروا. اثناء الاكل ناجامو ذكر احتفاليه يوا اللي جايه، بس ده ضايق ابوه لانه حس ان ناجامو ناوي يمشي تاني. بعدين عم إتسوكا قال انها كانت زمان عايزه تروح مهرجان جيون لكنها رفضت لانها كانت بتحاول تنسى ابوها في الوقت ده. وقتها إتسوكا كانت حاسه بالكسل ومش عايزه تروح المهرجان علشان خايفه يفكرها بالماضي. بعد الكلام ده راحت المدرسه وناجامو والباقي بداوا يستعدوا للشغل، واتقال ان ناجامو كان وعد كوكو قبل كده انه يروح معاها المهرجان. وإتسوكا وهي رايحه المدرسه شافت راجل شكله شبه والدها، ومن كتر فضولها قررت تركب الاتوبيس علشان تمشي وراه رغم انها مش متاكده اذا كان هو ولا لا. في الاتوبيس فضلت تراقبه لكن فجاه تعبها غلبها ونامت، وصحيت تلاقي نفسها في اخر المحطه بعد ما فوتت موقفها. اتخضت وسالت السواق هي فين. في الوقت ده زمايلها في الفصل لاحظوا انها مش موجوده وبلغوا المدرسه اللي بدورها اتصلت بناجامو. اول ما عرف جري بسرعه علشان يدور عليها وبدا يتبع طريق الاتوبيس اللي كانت راكباه. وفي الجهه الثانيه إتسوكا كانت تائهه وخايفه لانها إتسوكا كانت خلاص خلصت الفلوس، وهناك قابلت ست اسمها كوكو كانت زعلانه لان حبيبها سابها. بعد شويه كوكو عرضت على إتسوكا تقعد معاها وتاكل دانجو نوع من الحلوى اليابانيه. ورغم انهم لسه متقابلين حالا كوكو بدات تحكي لإتسوكا عن وجعها وحزنها بسبب اللي حصل، وإتسوكا كمان فتحت قلبها وحكت لها عن ابوها اللي سابها وكان راجل مش مسؤول. بعدها على طول ناجامو وصل وبدا يدور على إتسوكا، وفي نفس الوقت كانت كوكو وإتسوكا رايحين للعربيه وفجاه اتقابلوا مع ناجامو وده فاجئهم كلهم. بعدها ركبوا هما الثلاثه عربيه كوكو، وطلع ان ناجامو وكوكو ما شافوش بعض بقالهم فتره طويله. ولما رجعوا البيت ناجامو قال لإتسوكا تبلغ المدرس بتاعها باللي حصل ودعا كوكو تزور بيتهم. المحل كان زحمه فناجامو دخل يساعد لكن كوكو اتضايقت من بطئه وقررت تساعد بنفسها وورته طريقه اسرع للشغل. في الليل فوكي عزمت كوكو تدخل البيت وتلبس لبس تقليدي. بعدها كوكو قررت تروح المهرجان مع إتسوكا اللي كانت لسه حزينه علشان ما لقيتش ابوها. وقتها كوكو شجعتها تبقى قويه واقترحت انها تعتبر ناجامو زي ابوها بدل ما تفضل تعيش في الذكريات. بعد كده راحوا سوا المهرجان وهناك إتسوكا كانت فرحانه جدا واستمتعت، وكمان كوكو وناجامو قضوا وقت لطيف بيضحكوا وبيتكلموا. في اخر اليوم ناجامو رجع إتسوكا للبيت وهي في الطريق مسكت ايده وشكرته على كل حاجه عملها عشانها. ساعتها بدات مشاعرها السلبيه تجاهه تختفي. بعد شويه هاو كان بيشوف اوردر من ساكي، وفوكي كانت بتتفرج على جوزها والعاملين وهما بيشتغلوا بجد وكانت فرحانه ان المحل شغال كويس. فوكي بعد كده خرجت بره ولاحظت ناجامو بيهزر مع إتسوكا اللي كانت بتحاول تتجاهله. ناجامو وراها صوره ليه هو إتسوكا وده خلاها تبتسم، بس بسرعه فقدت الاهتمام علشان في راجل تاني في الصوره جنب إتسوكا، وده خلى ناجامو يتضايق لما امه بدات تضحك عليه. بعدها فوكي طلبت من إتسوكا وساكي يروحوا يقطفوا شويه ورد. ناجامو كان عايز يروح معاهم لكن رفضوا علشان كانوا شايفين انه مش هيساعد بحاجه. ففضل هو وساكي يشتغلوا على بولات نوع من الرز اللازج علشان يتقدم فوق الحلوى المثلجه. وهما بيشتغلوا بداوا يتكلموا، وساكي قال ان عيلته اختارت اخوه يكمل في محل العيله فقرر هو يشتغل في محل عيله ناجامو بدل كده. لكن قبل ما ناجامو يرد عليه فجاه ظهر ابو ناجامو، وفي اللحظه دي هو اتعصب جدا علشان اوردر من عيله مان ما ماشيش كويس والزباين بقوا ما بيجوش. ناجامو بسرعه تعتذر علشان الزباين ما بقوش يجوا، وساعتها الست شرحت ان ابنها رافض ياخد حلوى من محل ناجامو، وده علشان في مره تداشي راح هناك واتطرد لما سال عن الست اللي في خلفيه موبايل ساكي. الموضوع صدم ساكي لانه فهم وقتها ان تصرفه عمل مشكله للمحل، فساعتها وبخ تداشي علشان كان مهتم قوي بالست اللي في الخلفيه دي. بعد ما ناجامو ووالده رجعوا البيت اتكلموا مع ساكي، وبدافع الفضول ناجامو ساله مين الست اللي في خلفيه الموبايل لكن ساكي رفض يقول اي تفاصيل. ساعتها تداشي اعترف انه لسه زعلان علشان ساكي وبخه لانه كان معجب جدا بالست دي وكان عايز يقابلها، بس كل محاولاته فشلت وده خلاه محبط. بعد كده ناجامو واصحابه رجعوا المحل وإتسوكا رجعت البيت واستغربت من اللي كان بيحصل، لكن بعد شويه الموضوع هدي ومحدش جاب سيرته تاني. في يوم ناجامو كان في رحله وقابل بالصدفه الست اللي في خلفيه موبايل ساكي، واتصدم لما اكتشف ان الست دي هي ساكي نفسه. ساكي شرح له انه ايام الجامعه كان بيلبس لبس ستات علشان يخفف من التوتر اللي عنده، ومع الوقت اتعود يلبس اللبس ده لما يكون مضغوط نفسيا. كان بيخبي الموضوع لكنه استخدم صوره ليه وهو لابس لبس ستات كخلفيه على الموبايل، وتداشي فهم غلط وفكر ان الصوره دي لست تانيه. ساكي كمان قال ان إتسوكا كانت عارفه الحقيقه دي من زمان لكنها احترمت خصوصيته وما اتدخلتش. بعد ما خلصوا كلامهم كل واحد راح في طريقه اليوم ده. تاني يوم ناجامو كمل شغله في المحل عادي، وبعدين هو وساكي وإتسوكا راحوا بيت تداشي علشان يوصلوا له جواب، ولما تداشي قرأ الجواب اتفاجئ لما عرف ان ساكي مخطوب لواحده تانيه. بعد ما خلصوا رجعوا المحل وكملوا شغلهم. مش بعديها بكتير كوكو جات وطلبت شويه حلوه علشان مديرها واديتهم كمان تذاكر مجانيه للبسينه، وده فرح ناجامو جدا خصوصا علشان إتسوكا كانت مدعوه. وبعدها
وقتها ناجامو دعا ساكي ينضم ليهم لان كوكو كان عندها نفس يوم الاجازه زي طاقم المحل، وكوكو وافقت تروح معاهم. تاني يوم الكل راح البسينه سوا، وناجامو كان متحمس لدرجه انه اتحمس جامد ونزل من الزحليقه بسرعه، فجلده اتسلخ وبقى جسمه كله احمر. وبعد كده في البيت ناجامو استغرب لما شاف اتسوكا خارجه بدري الصبح، وسال امه رايحه فين، وكان مستغرب هي ليه بتحب تروح المكتبه قوي خصوصا انه لسه اجازه. امه قالت له انهم مختلفين، اتسوكا مجتهده جدا وتركز على شغلها عكس ناجامو اللي كان بيقضي اجازته في اللعب ويفتكر الواجبات اخر لحظه، وده كان بيعصب امه على طول. وفي المكتبه اتسوكا دخلت على طول تدور على مراجع للدراسه، اما ميتسورو فكان مشغول يدور على كتب تانية. في المكتبه اتسوكا خبطت في ميتسورو بالصدفه وقرروا يتكلموا شويه. ميتسورو قالت انها بتدور على كتاب فيه وصفات للحلويات، واتسوكا اقترحت تسال حد من المحل، بس ميتسورو قالتها بهزار نسال ناجامو، وهي عارفه ان ده مش هيفيد لان ناجامو بيهزر طول الوقت في المحل. وقتها اتسوكا خلت ميتسورو تمشي لانها بدات تحس ان ميتسورو ممكن تكون معجبه بناجامو. وبعد ما خلصوا كلام رجعوا يختاروا كتب ويذاكروا. بعد ما خلصوا شغلهم ناجامو واتسوكا وباقي اصحابهم قرروا يدوروا على مكان يتغدوا فيه. بالصدفه قابلوا كوكو، وده فاجئ اتسوكا لانها كانت شايفه ان كده يعني حبيبه ناجامو القديمه قابلت واحده بتحبه دلوقتي. اتسوكا كانت قلقانه انهم ما يتفقوش، لكن المفاجاه ان الاثنين انسجموا مع بعض بسرعه وبقوا اصحاب. ده ريح اتسوكا جدا، وبعد كده راحوا كلهم على محل سوبا وتغدوا. اتسوكا كانت مبسوطه جدا ان الاثنين رغم انهم بيحبوا ناجامو الا انهم كانوا بيتعاملوا بلطف مع بعض. بعد الغدا قرروا يزوروا معبد ويدعوا علشان الحظ الحلو. الثلاثه شاركوا في طقوس الصلاه، لكن شكل الحظ كان مع اتسوكا بس اليوم ده، وكملوا يومهم بزياره اماكن ممتعه تانية. في طريقهم للرجوع اتسوكا لاحظت قد ايه الاثنين بقوا قريبين من بعض رغم انهم بيحبوا نفس الشخص. كوكو كانت واثقه ان ناجامو مش ممكن يعجب بحد صغيره زي ميتسورو اللي لسه قدامها كتير علشان تكبر وتفهم، وعلشان كده قدروا يتعاملوا مع بعض من غير توتر. بعد كده اتسوكا رجعت البيت علشان ترتاح. تاني يوم ناجامو صحي وبدا يفكر في جده، وبما ان كان وقت اجازه قرر ياخد اليوم بهدوء. وبالليل هو وعيلته قرروا يروحوا يقروا الفاتحه ويدعوا بمناسبه ذكرى وفاه الجد. وبعد شويه جدته وصلت علشان تدعي هي كمان، وده ضايق والد ناجامو لانه مش بيشوف امه غير مره في السنه. بعد ما وصلوا الجده وزعت هدايا على اولادها واحفادها. بالليل ناجامو شاف جدته وابوه في المطبخ، وكان ابوه بيديها معجون الفاصوليا اللي عمله بنفسه علشان تتدوق لانها الوحيده اللي عارفه سر الوصفه العائليه. تاني يوم ناجامو بدا شغله، لكن جدته زعقت له علشان لخبط الدنيا، وده خلاه يتعصب اكتر، لكنه كمل يومه عادي. جدته كان عندها ضيوف، ناس اتعرفت عليهم وهي بتسافر، ورغم انها دايما بره كانت دايما بتتكلم عن المحل، واصحابها من كل انحاء البلد بييجوا يزوروا. وبعدين جدته عزمت ناجامو واتسوكا يجوا معاها تاني يوم علشان يكتبوا امنياتهم على عصيان خشب زي ما بيعملوا كل سنه. بعد كده المشهد كان في بيت عيله ناجامو، والكل كان مشغول في تحضير حلويات علشان يبيعوها. وبعدين ست كبيره جت تزور ناجامو وادته دعوه لحضور مهرجان الحي، ولما قال لعيلته ابوه اتحمس جدا وقرر يشترك في المسابقه. وساعتها اتسوكا بدات تفكر فيه. اتسوكا افتكرت ان والدها جاله النقرس السنه اللي فاتت بعد ما شارك في مهرجان شبه ده، وده خلاها هي وباقي العيله يقلقوا. لكن المره دي مع وجود ناجامو العيله كانت حاسه بثقه اكتر في المشاركه. والد ناجامو طلب من اتسوكا تعلم على الانشطه اللي عايز يشارك فيها، وفي الاخر الكل وافق يشارك، وكمان طاقم المحل دعمهم. تاني يوم ناجامو وعيلته وصلوا للمهرجان علشان يتنافسوا، وناجامو واصحابه بداوا يجهزوا نفسهم للجري. اتسوكا دخلت السباق بتاعها ولما كسبت الكل فرح جدا. بعدها جه دور ناجامو، وبرغم انه كسب هو كمان محدش شجعه، بس ناجامو ما اهتمش لانه عارف ان اتسوكا هي المفضله في العيله. بعد كده هاو اتعب ووجع النقرس رجع له وما بقاش يقدر يكمل، فكان لازم حد ياخد مكانه. اتسوكا ادت لنجامو شويه حلويات علشان تديله طاقه، وجروا سوا علشان يكملوا السباق. بعد السباق جالهم خبر ان في ضيف مستنيهم في البيت، وطلعت والدة اتسوكا اللي جايه تاخد بنتها. الليل ده ناجامو وابوه اتصدموا وتوتروا جدا وما قدروش يناموا لانهم كانوا خايفين يتسحب منهم اتسوكا. تاني يوم اتسوكا راحت تذاكر عند بيت ميتسورو، وبعد شويه سيرينا والدة اتسوكا وصلت علشان تاخدها. بعد ما سمعت سيرين طلبهم وافقت انها تاخد اتسوكا رغم ان هاو كان زعلان جدا لانه بيحبها زي بنته. بعدها ناجامو اخد سيرين لمكان اتسوكا، وبعدين رجع ناجامو لوحده، واتسوكا فضلت شويه مع امها. وفي الوقت ده عيله ناجامو كانوا تايهين وزعلانين علشان اتسوكا مشيت. لكن المفاجاه ان اتسوكا رجعت بعد شويه وقالت انها قررت ما تسافرش فرنسا مع امها لانها حاسه ان بيت ناجامو هو المكان اللي بتحس فيه بالسعاده والانتماء. سيرين وافقت بصعوبه لكن فضلت محافظه على علاقتها الطيبه ببنتها. ناجامو اتكلف انه يبعت صور لاتسوكا علشان امها ما توحشهاش قوي. بعد كده ناجامو كان بيكلم ساكي عن الموضوع وقالها ان من الصعب ياخد صور لاتسوكا وهي مبتسمه، بس رغم كده فضل يبعت الصور لسيرين علشان يحقق رغبتها. بعد كده المشهد بينتقل لرحله ايرو لاول يوم شغالها في محل الحلويات روسو. كانت متحمسه جدا وراحت بسرعه للمكان وخبطت على الباب بحماس. في نفس الوقت ناجامو كان بيرمي الزباله لان ابوه فاكره ان عربيه الامامه هتعدي قريب، فخرج بسرعه لكن اتفاجئ لما ايرو خبطت فيه وهي فاكره انه الباب. وقتها فوكي وهاو رحبوا بايرو وقالوا لها تغير هدومها علشان تبدا تتعلم مهارات صناعه الحلويات. ايرو كانت معجبه جدا بناجامو وشايفاه راجل مسؤول وعظيم. ايرو كانت شايفه ان ناجامو هو الاكبر المثالي اللي ممكن يعلمها. ناجامو بدا يعرفها على الادوات والمعدات وهما بيتعرفوا على بعض اكتر. ايرو كانت فاكره ان ناجامو هو الوريث للمحل، لكنها اتفاجئت لما قالها انه مجرد متدرب وان الوريث الحقيقي هو اتسوكا. ايرو استغربت وبداوا الشغل سوا، لكنها لاحظت ان ناجامو بيتبهدل كتير من الكبار وده خلاها تشوفه كشخص مهمل ومش مسؤول ومبقتش تهتم باي حاجه بيقولها. بعد شويه المدير ظهر وسال لو الطلاب يقدروا يستخدموا المطبخ علشان يتمرنوا. ابو ناجامو كان بيجهز علشان يعلمهم ازاي يعملوا الحلويات. ناجامو اتفاجئ لما لقى اتسوكا من ضمن الطلبه. قبل ما يبداوا ناجامو شرح للطلاب عن فصول السنه في اليابان وكانوا مهتمين
جدا بالكلام. وبدات الحصه وزي العاده اتسوكا عملت احسن حلويات وناجامو كان فخور بيها. في الوقت ده مايو كانت حزينه علشان الحلويات بتاعتها طلعت مش كويسه، وامها زعلت وقالت انها كانت تتمنى ما تشاركش معاها لانها كانت متوقعه اداء احسن. الكلام ده وجع ميو وبدات تتخانق مع امها. وقتها ناجامو شاف الموقف وقرر يتدخل علشان يهديها. بعد ما كلمها مايو حست بتحسن بسيط. بعد كده هكمل الحصه، ولما كل الحلويات خلصت الكل بدا يدوق من شغل بعض. بعد نهايه الحصه ناجامو رجع لشغله وساعد ايرو عند الكاشير. وقتها ناجامو اقترح على ايرو انها ترشح للزبائن انواع حلويات، لكنها رفضت وقالت انها عايزه تركز على الشغل مش على استقبال الزباين. ولما الزباين دخلوا وطلبوا ترشيحات ايرو طنشتهم. بس لما زبون جديد دخل وطلب منها ترشيح بدات تساعده، لكنها كانت متلخبطه لانه هو كمان طلب توصيه. اتسوكا لاحظت اللي حصل ودخلت تساعدها. ايرو كانت مش بتحب ناجامو وشايفاه مهمل وما بقتش تسمع له. الكلام ده خلى اتسوكا تتضايق وتزعق لايرو علشان اسلوبها، وقالت لها ان رغم ان ناجامو بيغلط بس هو شخص كويس وبيعرف حاجات كتير مفيده. ايرو استغربت ان طفله زي اتسوكا بتوبخها. بس بعد شويه هاو دخل وواقف الخناقه. ايرو بعد كده حست بالذنب وقالت انها بس كانت عايزه تتعلم من استاذ محترم وطلبت من والدها يدعمها. في نفس الوقت ناجامو وساكي كانوا بيتكلموا عن ايرو، وناجامو كان فاكر انها معجبه بهاو، لكن ساكي قالت له ان ايرو في الحقيقه معجبه بحد تاني، وده بوظ دماغ ناجامو وخلى ساكي واتسوكا يتفاجئوا. وبعدها ايرو ظهرت وسالت عن الشخص اللي هي معجبه بيه، وده خلى اتسوكا وساكي يتصدموا من سؤال ناجامو، لان ده معناه ان ايرو كانت سامعه كلامهم. والصدمه خلت ناجامو يتلخبط اكتر. كوكو كانت قاعده بتسترخي في بيت الشاي مع زمايلها في الشغل. طلبوا منها تتمرن على مراسم تقديم الشاي، وبعد شويه المدير انضم ليهم وبداوا يتكلموا. حد سال كوكو ليه بنت من المدينه زيها قررت تيجي تعيش في كيوتو، والسؤال ده خلاها تراجع نفسها وتفكر تاني في السبب اللي خلاها تيجي. بعد ما خلصت شايها خرجت من المحل وقعدت ترتاح شويه، وهناك بدات تفكر في ناجامو. طلع ان علاقتهم زمان كانت كويسه. في مره من المرات كانت كوكو مضغوطه وشربت كتير، وناجامو ظهر وهو بيهزر وعامل فيها مش فارق معاه حاجه، وكان جاي يقول سلام بس. زمايل كوكو استغربوا تصرفه وشدوه بعيد، بس ناجامو كان لسه قلقان عليها فرجع يطمن عليها وادالها مشروب وساعدها تغسل وشها. كوكو اتفاجئت انه مستناها رغم انهم كانوا لسه متعارفين، وده خلى قلبها يلين ناحيته وعدته انها تعزمه على شاي المره الجايه. تاني يوم اتفاجئت لما شافته في الكافيه اللي هي بتشتغل فيه، ومن هنا بداوا يقربوا من بعض اكتر. وكانت كوكو بتروح الكافيه دايما علشان تشوفه، ومع الوقت بقوا بيحبوا بعض وبداوا يوعدوا بعض. في الوقت ده كوكو كانت بتدعمه في مسيرته الموسيقيه مع فرقه تشاستنت مانو اللي كانت مشهوره بلبسهم اللي شبه الحلويات. بس علاقتهم ما استمرتش علشان ناجامو اضطر يرجع البيت فجاه لما والده تعب، وساعتها ساب كوكو من غير ما يشرح لها اي حاجه، وده خلاها تزعل جدا وتكره الحلويات اليابانيه وقررت تسيب المكان اللي كان فيه ناجامو. في الحاضر كوكو بدات تحس انها بتمر بنفس المشاعر اللي عاشتها مع ناجامو زمان، وده خلاها تقرر تزور محل الحلويات بتاعه. ولما وصلت اتسوكا استقبلتها ودعتها تدخل تاكل شويه حلويات، وبعد شويه فوكي جت واقترحت عليها شويه اختيارات. وكان موضوع المحل وقتها هو الهالوين، والعيال في القريه كانوا هيتنكروا ويحتفلوا. بعدها ناجامو دخل البيت وقال انه عايز يلبس لبس الموجو كاستم بتاعه، لكنه مش لاقي الطاقيه من بعد مهرجان الحي، وبدا يدور عليها بجنون. لكن جدته اللي كانت شايله اللبس نسيت هي خبته فين. ناجامو اتعصب جدا، وكوكو والباقيين اتاثروا لما شافوهم ضايق. بالليل كوكو كلمت جيري واحد من اعضاء فرقه ناجامو لقدام واتكلموا عن ناجامو. جيري شرح انهم ما كانوش ناويين يسيبوا الفرقه وكان عندهم خطه وكانوا عايزين يتكلموا معاه، لكنه اكتشف ان ناجامو رجع كيوتو. جيري كمان استغرب كوكو بتعمل ايه في كيوتو وسؤاله فاجئها. في اخر احداث الانمي شفنا ان فرقه ناجامو الموسيقيه اتجمعت تاني بفضل كوكو. كوكو قررت تيجي لكيوتو وتتدخل. لما شافته مضيع خوته الخاصه الكستناء في المهرجان المدرسي اتصلت بتاكومي واحد من زمايله القدامى في الفرقه. هو قالها ان الفرقه كلها كانت فاهمه انه ناوي يسيبهم ويرجع لكيوتو، فمشاوها علشان يديه فرصه. في يوم الهالوين اتسوكا شافت واحده من زمايلها في المدرسه لابسه نفس خوذه الكستناء بتاعت ناجامو. اتبدلت معاها الازياء التنكريه وبكده الخوذه رجعت لناجومو. هو اطمن لما استرجع الخوذه وحكى ان بعد ما كوكو اتصلت بتاكومي بدا يرجع يتكلم مع اصحاب فرقته القديمه تاني. شكر الكل وشكر كوكو بحلوى مانجو بنكهه الكستناء. مع قرب موسم الكريسماس الجو بدا يميل لاحتفالات العيد. ناجومو كان متحمس انه يحتفل بعيد ميلاد اتسوكا، لكنها اعتذرت لانها خايفه تتضايق لو امها خلفت وعدها زي قبل كده. في نفس الوقت ناجومو نفسه كان بيتذكر ان عيد ميلاده قريب كمان. في مره وقع العصاره الخشبيه بتاعه المحل، وهي العصاره اللي جده اشتراها عشان يظبط عصير اليوزو في الشتاء، فقرر انه يصلحها كانها هديه لنفسه. بالصدفه اتكلمت كوكو عن يوم عيد ميلاد ناجومو الحقيقي ال15 من ديسمبر، واتسوكا استغربت انها عمرها ما عرفته قبل كده. حست انها اخطات فدعته يقضي معاها في عيد ميلادها الجاي في مارس. بعد كده قررت اتسوكا تقضي ليله الكريسماس مع امها وتطمن عليها بنفسها. في نفس الوقت ميتسورو صديقه ناجومو اللي بتشتغل معاه في المحل اتدربت كتير عشان تعزم ناجومو يشوفوا اضاءه الكريسماس مع بعض. فجاه لقيت نفسها جريئه وسالته، وناجومو وافق من غير ما يحس انها كانت دعوه غراميه. بعدها كوكو كمان طلبت انه يخرج معاها، وناجومو وافق ياخدهم الاثنين معاه. ميتسورو كانت بتحب ناجومو من قلبها، وده كان باين في كل حاجه حواليها. وكوكو بقت بتفكر لو مش الافضل تخلي المجال لهم هما الاثنين. بعد كده ميتسورو وكوكو جابوا له
هدايا بسيطه، وناجومو قرر يكافئهم بعزف اغنيه حلوه على ايثارته. الاغنيه شدت الناس حواليه يسمعوه، وحتى اتسوكا وقفت تستمع. بعدها بيوم ناجامو كان بيتكلم مع ابوه اللي طلب منه يوصل طلبات خاصه لبعض الزباين، رغم ان المحل المفروض يكون مقفول بمناسبه راس السنه. ناجامو وافق، خصوصا بعد ما سمع انه يقدر يستخدم المكونات الباقيه في المطبخ علشان يتدرب على صناعه حلويات الواجي، فبدا يتحمس للفكره. في عيد ميلاده العيله احتفلت سوا، والام حضرت اكل لذيذ، وبعد العشاء ناجامو وابوه جهزوا ظرف فيه فلوس لاتسوكا كهديه راس السنه، وناجومو بنفسه سلمه لها، وده خلاها تحس بالفرحه. ورغم انه كان لسه وراه شغل قرر يكمل توصيل الطلبات. في اخر مشهد ناجامو شاف راجل واقف قدام المحل وكان حزين لانه مقفول. الراجل ده اسمه مانو، وبعد شويه ناجامو شافه تاني قاعد في الحديقه وراح يكلمه. مانو حكى له انه جاي يزور قبر امه بنفسه لاول مره بعد سلسله من الحظ السيء، وده خلى ناجامو يتاثر جدا بقصته. ناجامو حس بالذنب علشان مانتو، فقرر ياخد شويه من السناكس اللي كان عاملها في التدريب بالليل قبل كده، مع انه المفروض ما يبيعهاش. اتسوكا في الاول اتضايقت لما عرفت انه بيبيع سناكس تجريبيه، بس بعد ما شرح لها السبب فهمت وساعدته في تحضيرهم. بعدها ناجامو ادى السناكس لمانو اللي اتاثر جدا بطيبه قلبه، وقرر بعدها يساعد اتسوكا في المحل اللي كان زحمه علشان في طلبات من اليوم اللي قبله. ناجامو كانت مبسوطه جدا وهي بتستقبل الزباين وبتقدم لهم السناكس. بعد شويه جدة كي وصلت ومعاها الاحفاد، وفضلوا ياكلوا ويستمتعوا. لكن فجاه ام كي دخلت وهي باينه عليها معصبه، وقالت ان كي ضربت صاحبتها. الكل اتفاجئ، لكن كي دفعت عن نفسها وقالت ان صاحبتها قطعت كشكول الرسومات بتاعها علشان ما بتحبش طعم فاكهه النخل اللي كي كانت بتحبها، واتنرفزت عليها. فضلوا يتكلموا شويه لحد ما كوم نامت من التعب. بعد كده المشهد راح للمحل تاني، وناجامو كان شغال رغم انه تعبان وعيان من كتر الشغل والتعب. مرض جدا واضطروا يقولوا له يبطل شغل ويرتاح. اتسوكا كانت زعلانه لانه تعب بسبب اهماله، لكن هاو كان فرحان انه مش هيشتغل علشان مش هيخرب حاجه في المطبخ. رغم ان ناجامو كان دايما بيزعل ابوه، الموظفين كانوا عارفين ان الاب بس قلقان عليه. وفي الاخر ناجامو بقى نايم تعبان على الفطوم بتاعه. ميتسورو جت تزوره، ولما شافته تعبان قررت تهتم بيه، بس قبل ما تبدا فضلت تتخيل انه يرد عليها بلطف لما تهتم بيه. بعد كده ناجامو حلم بحاجات من ايام المدرسه، وكان في الحلم زميلته مايا بتزعق له علشان فضوله اللي دايما بيورطه. في احتفال المدرسه كانوا بيقدموا سناكس من محل عيله ناجامو، ومن هنا بدات ماي تهتم بيه شويه بشويه وبقوا اصحاب. ومع الوقت العلاقه بينهم كبرت، وناجامو بقى يزور المحل اللي ماي شغال فيه، وطلع ان صاحب المحل كان صاحب اهل ناجامو من زمان، فبقوا يتكلموا كتير. ماي كان بيعلمه الجيتار، وناجامو اتعلم فعلا وبقى شاطر. لكن فجاه ومن غير سبب واضح ماي بعد عنه وسابه. في الوقت الحاضر ناجامو فاق من النوم واتفاجئ بكوكو جايه تزوره، وكانت زعلانه لانه تعب بعد زيارتها، بس الحمد لله حالته اتحسنت واكل من الاكل اللي قدامه. بما ان الجو كان برد، امه كانت عامله شوربه سخنه ولذيذه ليهم كلهم، والكل رجع يكمل شغله. كوكو كانت ناويه تخرج توزع منشورات للمحل، لكن ام ناجامو شافت ان ايديها ساقعه جدا، فصممت انها تقعد تاكل شوربه الاول. قعدت لوحدها على ترابيزه فاضيه، وناجامو جاب لها طبق بنفسه، وبعد ما خلصت قررت تمشي، لكنها قابلت اتسوكا في الطريق. قعدوا يتكلموا شويه، وساعتها كوكو قالت انها محضره شوكولاته فالنتين لحد مميز، وده شد انتباه اتسوكا. بعدها اتسوكا رجعت البيت وارتاحت شويه. وفي نفس الوقت ناجامو كان قاعد مع ابوه في الصالون وبيتكلم عن ازاي اتسوكا زمان كانت بتيجي لهم في موسم التلج، وحس ان التلج خلاها تفتكر ايام زمان. تاني يوم ناجامو واتسوكا لعبوا في التلج سوا، وكان مبسوط جدا انها قررت تشاركوا اللحظه دي، وبنوا راجل تلجو. لما رجعوا اتعصبوا عليهم شويه، لكن بعد الحمام قعدوا يتعشوا شوربه من اللي بتحبها العيله. بعد كده اتسوكا كانت بتتجهز تروح المدرسه، وناجامو حس بسعاده لانها من سنتين بطلت تروح المحطه تدور على ابوها، وده معناه انها بدات تتعافى نفسيا. اتسوكا قابلت صحابها في الطريق واتكلموا عن عيد ميلادها اللي جاي، وساعتها افتكرت الجواب اللي كانت مديه لنجامو عن الرحله اللي ناويين يروحوها. اتحمست جدا علشان بكره الرحله. وفي الوقت ده ناجامو وعيلته كانوا بيخططوا يحتفلوا بعيد ميلاد اتسوكا، وكانوا مبسوطين ان عيلتها كمان بتجهز حاجه ليها. ناجامو كان بيبص على الكوبون اللي اتسوكا ادهوله ومش قادر يستنى لبكره. امه والعيله كانوا بيضحكوا على حماسه الطفولي، لكن هو ما كانش فارق معاه، فرحان بجد. بعد كده قعدوا يفكروا في شكل تورته عيد ميلادها، وايرو اقترح يعملوها من السناكس بتاعه المحل. بعد ما اتسوكا رجعت من المدرسه قعدت تتكلم مع مامتها عن عيد ميلادها، وكانوا فرحانين جدا ومتحمسين لليوم اللي مستنيينه. وفي نفس الوقت رغم ان الوقت كان متاخر، ناجامو وعيلته كانوا بيجهزوا للرحله اللي هيعملوها علشان يحتفلوا بعيد ميلاد اتسوكا. تاني يوم الكل اتجهز بسرعه علشان يروحوا الملاهي. ناجامو سالتهم هيروحوا ازاي، فرد عليها انه هيسوق العربيه بنفسه ويودي اتسوكا، فكانت لحظه مميزه جدا ليهم. قبل ما يمشوا ابو ناجامو ادى اتسوكا شويه مصروف تشتري بيه اللي يعجبها، بس ناجامو اصر ان هو اللي هيدفع كل حاجه. ابوه ضحك وقال ان الفلوس دي لو زهقت من قعده مع ناجامو تبقى تصرفهم، وده خلى ناجامو يتفاجئ شويه من الكلام، بس ضحكوا ومشيوا. في الطريق اتسوكا وناجامو كانوا مبسوطين جدا وبيتكلموا بحماس. اول ما وصلوا الملاهي ناجامو قال لها يلا ننبسط، بس اتسوكا لاحظت عليه توتر بسيط، وفعلا قالها انه اول مره يسوق وهو معاها، وكانت باينه عليه انه بيحاول يخبي خوفه، بس ده ما منعهمش انهم يركبوا العاب كتير ويعيشوا يوم ممتع جدا سوا. الاثنين كانوا فرحانين جدا بوقتهم مع بعض. وبعد شويه ناجامو حب يطمن اهله عليهم، بس نسي يقول لاتسوكا انه هيمشي لحظه، ففقدت اثره. الموقف ده فكرها باحساس الهجران واتخضت وفضلت تدور عليه بسرعه. لما لقيته اعتذر لها فورا وقرروا يرجعوا البيت. لما رجعوا كانت العيله مجهزه اكل كتير ومناسبه كبيره علشان يحتفلوا بعيد ميلاد اتسوكا، وبعد ما نظفوا نفسهم ابتدوا الاحتفال. اتسوكا اتفاجئت بكميه الاكل والهدايا، والجو كله كان فرحه وسعاده. كانت فرحانه جدا ومبسوطه ان في ناس بتحبها وبتفكر فيها بالشكل ده. اما من ناحيه تانية ابو اتسوكا
اتسوكا كان لسه بيطوف البلاد بجيتاره، مش قادر يلاقيها بسبب ظروفه، فقرر يبعد شويه لحد ما يقف على رجله تاني، وساعتها ناوي يرجع يدور عليها من جديد. ورساله الانمي الجميله دي كانت: لو ناوي تخرج يوم كبير ما تنساش تاخد مخك معاك، ولو هتضيع خليك تضيع في الملاهي مش في مطبخك.